السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي. أنا لؤى. النهاردة هنعمل مع بعض وجبات شوفان صحية من غير سكر، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. اللي بيحبوا الأكل الصحي وبيحبوا الأكل من غير سكر وبيحبوا الشوفان بس مش عارفين يعملوه بأنهي طريقة، إن شاء الله نجرب كذا طريقة بكذا طعم مختلف هتعجبكم. لو لسه مشتركتوش في قناتي ياريت تشرفوني وتشتركوا وتضغطوا لايك، ويلا مع بعض نشوف الطريقة. هنبدأ هنا بالأساس. هنا خدنا كوباية من الشوفان، هنا شوفان دوت الحبة الكاملة، ده أفضل. كده تمام. وبعدين هحط عليها كوباية كاملة من الحليب، وعندي كمان واحدة كده من الزبادي صغيرة، يعني قد معلقة كبيرة كده زبادي. وبعدين هقلب الكلام ده كله مع بعض. ده كده البيس اللي احنا هنعمل بيه كل الأطعم بقى، وهنضيف له أطعم كتير. هنسيبه كده ساعتين 3. هيتشرب طبعا السوائل، نقلبه كويس ونسيبه على جنب كام ساعة في التلاجة كده، وبعدين نشوف هنعمل ايه. هنا انا سبته تقريبا حوالي ساعتين، وبعد كده اهو اتشرب اغلب السوائل، يعني اغلب اللبن، وبقى طري شوية. كده تمام. هخليه على جنب ونبدأ نعمل الفواكه او الاطعم اللي احنا عايزينها. اول حاجة هعملها هنا الفراولة. هقطع كده فراوليتين هقطعهم صغيرين. انا مش بحب اعملها بيوريه قوي، يعني بحب بس يعني يا دوب اهرسها بسيط. حبتين فراولة بس ههرسهم كده بسيط زي ما احنا شايفين، وهحط عليهم رشة بسيطة من الفانيليا، وبعدين معلقتين بقى كبار من الشوفان. احنا بنعمل كذا طعم دوت. دي افكار احنا ممكن نعملها مع بعض. هنا عندي معلقة صغيرة من العسل الابيض، وهنا هحط قد معلقتين كبار كده من الحليب. هقلب الكلام ده كله مع بعض، وكده يبقى عندي جاهز اول طعم معايا. انا هنا بحط لكم افكار، وانتوا ان شاء الله نفس السيستم دوت نمشي عليه باي حاجة احنا حابينها. هنا ما حطيناش خالص اي يعني سكر او اي حاجة تانية. كده تمام. اول طعم معايا جاهز. هنبدأ بالوصفة التانية. هنا عندي موز، هقطع كده يعني قطعة من الموز، وبرضو ههرسها بسيط زي ما احنا شايفين. وبعدين هحط عليها بس شوية صغيرين، يعني ربع كده معلقة صغيرة من القرفة، يعني رشة قرفة. وبعدين ربع معلقة صغيرة من الكاكاو الخام. كده تمام، يعني رشة قرفة وشوية كاكاو خام كده قد ربع معلقة صغيرة. وبعدين احط عليها طبعا الشوفان، ومعلقة صغيرة من العسل. هنا محطتش حليب علشان الموز يعني ساعد شوية. كده تمام. وبعد كده بقى الوصفة التانية عندي جاهزة. هنقلها بقى في الكوباية بتاعتنا. وطبعا التزيين دوت بعد ما اخلصهم كلهم، عشان الزينة دي بتبقى اخر حاجة قبل الاكل على طول. كده خلصنا مع بعض الوصفة التانية. هنا بقى معايا طبعا التمر، احسن وصفة طبعا. انا بحب التمر جدا. هقطع هنا حوالي 4 تمرات، وبعدين رشة قرفة. التمر بيبقى مع القرفة جميل قوي. محتاجتش طبعا احط هنا عسل. حطيت بس شوية صغيرين كمان من الحليب قد معلقتين برضو كبار، واكتفيت بالحلاوة اللي في التمر. كده تمام وخلاص. واخر وجبة برضو فضلت معايا اهي. هنبدأ بقى هنزين مع بعض. هنا عندي طبعا اللي بالفراولة زينتها كده بواحدة فراولة مقطعة وشوية صغيرين من جوز الهند، عملت الشكل اللذيذ دوت. ورشة من فوق كده من العسل الأبيض. شكلها أمور قوي وطعمها جميل، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. اللي بيحب الشوفان أو اللي عايز ياخد حاجة متنوعة من الشوفان إن شاء الله هتعجبه الطرق ديت. بعدين انتوا نوعوا اي فواكه بتحبوها. نعمل نفس البيس بتاع الشوفان. وهنا زينت اللي بالموز بموزة طبعا مقطعة كده، وشوية شوكولاتة خام قطعتها كده حتت صغيرة، او لو شوكولات شيبس خام يعني هتبقى جميلة برضو. وشوية صغيرين من العسل بقى شكلها لذيذ جدا. دي تاني حاجة معانا. التالتة بقى طبعا اللي بالتمر. هقطع شوية صغيرين من التمر كده من فوقيها، قطع تمر كده وشوية رشة كده من القرفة، يعملوا لها شكل لذيذ. وكده تالت وجبة عندنا بقت جاهزة.
أنا بديكم أفكار وانتوا إن شاء الله تجربوا أي طريقة وبأي طعم طبعا، أي فاكهة من اللي انتوا عايزينها تجربوها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله هقدمه. شكرا.